كلام قسمنا موجود على بركة الله والحمد. بسم الله، توكلنا على الله، متوكل على الله فهو حسبه. كي تشوفوا الإخوان على أن هذا النوع تاع التبوريدة هو نوع خاص، وكانوا توعنا حنا هنا شرقاوة كنا تنمشيو المواسم قديمة وتنصيبوا الناس تمشي على واحد وجوج، وبقات في النواحي ديال الشماعية هادو إخوان ناصريين من مهرجان مولاي عبد الله بن دريس من إقليم من الجديدة، وهم تيديروا هاد الطريقة تاع التبوريدة اللي هي تسمى الفرادي. إذا يمكن الإنسان يطرح سؤال على نفسه، إذا كانت فن التبوريدة هي تجسيد لطريقة في الحرب وفي المقاومة ديال المغاربة، منين جات هاد الفرادي؟ منين جا هاد الفرادي؟ ويمكن خليتكم إخواني تشوفوا هاد الطريقة ديال التخراج تاع البارود. هو كان على طريقتين مختلفتين. كاين اللي خرج هاد المجموعة خرجت قدامها البارود، والاخرين كتيقولوا ليها، والطريقة الأخرى هما كيكفنوا، يعني خرجوا البارود عند الكفن ديال العود. فماذا تعني التكفين؟ وأشنا هو هذا النوع تاع التبوريدة؟ لأن الفن تاع التبوريدة هذا تاع التفراد هو طريقة لمقاومين أو فرسان كانوا في الحقيقة عندهم المرونة ديالهم وعندهم القوة ديالهم داخل المجموعة وداخل الفرقة ديال الفرسان ديال الرماة، وقت تيختارهم القائد تاع الفرقة، باش لأن النباهة ديالهم والقوة ديالهم خلاتهم باش يديروا هذاك استطلاع العدو. تيمشيو يطلعوا على العدو الحالة ديالو، كيفاش نازلين في الساحة وكيفاش هادي، يستطلعون وتيجيبوا أخبار عن العدو الفرقة اللي باش يبريو على الطريقة ديال الهجوم على هادوك الأعداء. لذلك مرة تتصيب هاد الناس الفرادي تيكفنوا. علاش تيكفنوا؟ لحقاش هذيك الساعة فاش تيكفنوا تيكون العدو تابعهم من اللور، وتيدافعوا على انفسهم بالتخراج تاع البارود من اللور، لان هذه الطريقة اللي كانت، هذه هي الطريقة الوحيدة اللي ترد على